90% بيغلطوا وبيسيبوا الموتور بيجي عليه مية والطبق ما بيبقاش موجود. كمل معايا بقية الفيديو وانا هشرح لك ايه المشكلة وايه الحل. مساء الخير يا جماعة. عندنا مشكلة ان الطبق بتاع الموتور بتاع التلاجة المهم جدا اللي بيحميه ان هو يشتغل فترة طويلة ويحافظ لك على التلاجة ان هي تفضل شغالة تمام، ده بيتكسر والعميل بيشيله وبيقول التلاجة هتشتغل كده. لا، ده غلط. المفروض اما يكون مش موجود اجيب واحد غيره. طب ايه اكتر اسبابه؟ عندنا هنا المية بتنقط عليه، فبالطبيعي ان المية زي ما انتم شايفين معايا هتخليه يصدي، والتلاجة بعد كده هتكهرب. وعندنا هنا المجموعة دي هيجي عليها مية وبالتالي الكباس هيتحرق. ان زي ما انتم شايفين معايا الصدى واكل الشاسيه الخارجي. ما ينفعش ان انا اسيب التلاجة شغالة كده بالوضع ده. المناسب ان انا اجيب الطبق يركب هنا ويحافظ على التلاجة عشان تشتغل معانا فترة اطول. طب امتى اعرف ان هو بايظ وعاوز يتغير؟ لما الاقي المية بتخرج من المكان ده وبلاقيها تحت التلاجة، اعرف ان هو مش موجود او جزء اتكسر من الداخل. بعدها يتم تغييره. لو استفدت من الشرح دوس لايك واشترك في القناة لكي يوصلك كل جديد.